نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. الآن مشاهدينا الكرام من العاصمة القطرية الدوحة قبلة الرياضة العالمية إلى مدينة بامبلونا هناك بإسبانيا إلى ملعب الآل سادار مسرح هذه المواجهة لصالح الأسبوع الرابع عشر من الليغا الإسبانية، آخر مباريات الفريقين قبل التوقف الذي يتسع ل 23,000 متفرج مكتظ عن آخره الليلة من لحد الآن نادي برشلونة في آخر جولة قبل فترة الراحة التي ستدوم أكثر من شهر، راحة الدوري وليست راحة اللاعبين الدوليين الذين سيشاركون في المونديال المقبل. برشلونة صار رائدا، خاصة هو اللي يدرب نادي أوساسونا منذ يونيو 2000. خطيرة التسديدة مرة ثانية وثالثة. وحاسين كتير بتابع شايفين السيتي او مغلوبات شايفاه رايح كمان النهارده جوله حلوه على قد ما نقدر نصور هنصور واحنا بنصور لقينا الذره بيتحمص في الفرن، فقلنا ناخد فكره ونشوف الذره بيعملوه ازاي وقبل ما يطحنوه بيعملوا فيه ايه والكلام ده كله ماشي. بس المهم يعني ان احنا هنعمل جوله ان شاء الله باذن الله تعجبكم. يلا بينا. واحنا ماشيين في طريقنا لقينا واحده من حبايبنا قاعده قدام الفرن الحطب. هو اكيد ما انت ما بتولعيش عليه صح؟ بولع وبعدين بتولعيه وهو والع ولا بتسيبيه لما يبرد شويه صح كده؟ اما يبرد شويه بتحط بتحط الذره المفروض بقى اسمه ايه بتحطيه عشان يحصل له ايه؟ بتحط الذره عشان يتحمص. هي بتعمله مرتين، بتحمصه مرتين، يعني دي مره اهي وفي مره ثانيه اكيد هتحمل فرن ثاني، هتحمل فرن تاني وبعد كده تسيبه يبرد شويه وبعدين تحطه وبعدين توديه بقى لايه بتفرطيه وبعدين توديه مكنه الطحين. وهو ده يا جماعه بقى بيبقى دي الذره اللي احنا بنعمل بيه العيش البتاو، وبيدخل في حاجات كتير طبعا يعني وبسبوسه وكل الحاجات.